استبرق في عربي جراف. عربي جراف ده محل في العاشر من رمضان. حاجتنا هناك ميكي ماوس. جو حر التنين، وكأن تنين ولع في السلام عليكم. ايه الديجا فو ده؟ من سخافة الاونلاين التعامل مع شركات الشحن. كنا زمان بنتعامل مع شركة اسمها مشاوير، ضحكوا علينا ولينا عندهم فلوس لحد دلوقتي، وكانوا بيبوظوا لنا تيشيرتات كتير، وكلمونا من حوالي مثلا شهرين كده بيعرضوا علينا السيرفيس الجديدة بتاعتهم. واحدة كلمتني بتقول لي واحنا عندنا سيرفيس جديدة ومش عارف ايه وبتاع. قلت لها انتوا عليكوا 2000 جنيه. قالت لي طيب ماشي مش عارف ايه بس، وما حدش ادانا حاجة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق. انا عارف ان انا صوتي وحش، بس ده الفلوج بتاعي وهغني فيه. كومنتس جامده قوي الحمد لله. يعني ما كنتش متخيل الناس هتتبسط قوي كده بالحوار. يعني كنت فاكر الناس هتقول لي انت مين اصلا وانا مين اصلا يعني، بس هتقول لي انت ايه الكلام، انت بتعمل كده ليه، انت بتورينا حياتك ليه، ايه السخافه دي. ده شاب كده كول جاي علشان يصور معايا فيديو ان شاء الله. عنده سكيت بورد. نايس. انت جاي من الرحاب على البتاع دي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده رايح فين؟ انا ومراتي ساكنه في اكتوبر وانت وانا ساكن في الرحاب، مش هاجي خالص يعني، فاهم؟ مش عارف اجي لك ليه. انا عايز اجرب. انت هتعلمني؟ انت هتعمل ايه؟ شايف تحط رجلك الشمال او اليمين حسب انت بتبقى انهي اريح لك. رجلك شايف المسامير اللي قدام دي الاربعه دول، حط عليهم رجلك الشمال، هتزق كده برجلك اليمين، هتطلع خلاص، ادي زقه خفيفه، طلع رجلك الثانيه ورا. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، اهو انت بتتعلم بسرعه. طب انت بتعمل بقى اسمها ايه الاولي؟ يعني انا بقالي كتير ما عملتهاش مش تبقى مظبوطه، بتعمل صوت عالي والجيران هيشتمولك. مش مشكله، خوف من عند التيل. عايش. بقول لك انا عايز اصور وانا راكبه، استنى كده. انت خايف؟ وش حازم خايف. حازم خايف صح؟ طب ايه رايك ان انا هعمل اولي وانا راكبه؟ حد يكلمني يقول لي ما تعملش كده. ايه؟ حازم خايف جدا. بس الفيو اللي انا اصلا حازم خايف. Let's spray some عصر برو. دلوقتي في اوبشن من اتنين. اول حاجه ان احنا نصور اللي احنا هنتكلم فيه ويدخل في الفلوج. تاني حاجه ان احنا نعمل حاجه زي مثلا ايه behind the scenes او مثلا preview او مثلا ايه حته صغيره. يعني الفيديو اللي انا عملته من كام يوم مع حسام اتكلمنا فيه عن الاهل، وفي فيديو تاني عن الاهل كبير. دي نفس الفكره كنت جاي اقول لك. لبست الين بير ده عشان اسامه كان عايز الزئبقي اللي انا لابسه. looking good man. بالذات الرمادي ده حلو ليه بقى؟ انا الاسود اللي عندي القطط. انت بتتفرج على المشهد القذر ده صح؟ انا بصوره. renew your نية please. هنتكلم الاول في فكره ايه؟ فكره ان انت دخلت الاسلام كويس. عارف اما واحد يجي يقول لك مثلا انت ايه قصه التزامك، وكأن كل واحد بيحب الدين او بيصلي او مجتهد في الدين لازم يبقى ليها قصه تحول. لما حد بيجي يسالني السؤال ده باجي اقول مش مترجم قوي، اللي هو لازم فعلا الواحد يبقى كده. انت برضه لما جيت قلت لي من وانا عندي 17 سنه 16 سنه فعلا بدات ادرس الادله، حسيت ان انا كده بقيت مسلم. قبل كده كنت دين عندي بالوراثه، لو اتولدت كده بابا وماما مسلمين بيروحوا المسجد، فانا بروح بصلي، لكن انا ما اعرفش انا بعمل كده ليه. اقتنعت بالاسلام بالظبط كده. كانك بالظبط زي الناس اللي بيخشوا الاسلام جديد، اللي بنشوف فيديوهاتهم الناس الاجانب هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله وهو اصلا مش عارف معناها، وبتلاقيه بقى ايه السكينه نزلت عليه وعيط. وبعدين تيجي تبص على حياته بعد كده تحس ان هو عايش بالاسلام، لان هو كان عايش من غيره وحس بقيمته. فلحظه دخوله هو الاسلام هي بمثابه لحظه
اقتناعك انت كمسلم متربي بالاسلام. بالظبط كده، بالعقيده ذات نفسها. بالظبط. كنت قلت في الفلوج اللي فات على فكره ان اهلك ربوك على فصل الدين عن الدنيا، فده ادى الجيل بتاع الناس اللي مش مقتنعين بدينهم وبيفترض ان هم ملحدين. حتتك دي بص، في حاجه اسمها كده اللي هو التاصيل. يعني ايه؟ ان انا اصل الحاجه اجيب الاصل بتاعها. يعني عارف عامل زي ايه؟ انت مثلا بتحل في امتحان ماث، فانت المعادله الاولى عملتها غلط، بعد كده عملت كل المعادلات الباقيه صح، النتيجه اللي هتطلع معاك هتطلع غلط. تمام. زي ما قلنا احنا مش هنتكلم في الحد. ليه مش هنتكلم في الحد؟ لان الموضوع ده التوبيك ده كبير. هنتكلم في لو انا مسلم وشفت شبهات كتير بتطرح عليا، ايه ده؟ هو ممكن الاسلام يكون غلط؟ انا عايز الايمان بتاعي يبقى ثابت مش مهزوز. لو رجعت للاساس، هو مين اللي قال لي اعمل كده ولا ما نعملش كده؟ هو ربنا. فلازم اعرف مين ربنا الاول عشان ابني عليه كل الارجيومنتس اللي هي ايه، انا اعمل ولا ما اعملش. ليه؟ لان انا بسمع كلام ربنا. بعد كده ان شاء الله لو طرح عليا 20,000 سؤال شبهه على الاسلام مش هتهز. هو ده الفرق بين الواحد اللي عارف عقيدته كويس واوتوماتيكلي اول ما بيسمع تربايه زي دي مش بيفترض ان الاسلام غلط، بيفترض ان هو مقصر في ان هو مش عارف، او انا عقلي ما يستوعبش الفكره. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله من الايه، من السيريز دي. هيبقى اسمها ان شاء الله يعني ستدي فيث او ايمان ثابت. بس دي كده ايه، ده برومو حلو جدا يعني. كويس. صح. عاش. صحابي اصلا بيجوا مش عشان يشوفوني، عشان ياكلوا هنا. لا ما تشككش في نيتي لو سمحت. يا عم نيتك واضحه، ما انت جيت اهو.